سلا الجديدة لولا هذه الشجيرات على أرصفة الطرقات لكانت أشبه بمدينة إسمنتية تكاد تنعدم بها أبسط مظاهر الحياة الطبيعية جراء انتشار البنايات والاستغلال الفوضوي للأراضي وعدم احترام برنامج تهيئة المدينة. الكثافة السكانية وتزايد الطلب على المساكن شجع المقاولين والمضاربين والعقاريين على اكتساح مساحات كانت في الأصل مخصصة لفضاءات خضراء وتم تحويلها إلى عمارات بعضها ما يزال في طور الإنشاء. المجال الأخضر المخصص لهذه الأحياء هذه إما ما كيتمش الاستنبات ديالو وبالتالي كيبقى يعني تربة، أو إلا تم الاستنبات ديالو كيتم بواحد الطريقة عشوائية، نباتات مختلطة، ما كاينش الأصناف، يعني احترام الأصناف اللي كتعطي جمالية للشوارع وما إلى ذلك. افتقاد سلا الجديدة لبيئة متوازنة مرده أيضا عدم اهتمام السلطات المحلية بإقامة المنتزهات والحدائق، وإن وجدت فالعناية بها منعدمة إن على مستوى التشجير أو على مستوى العناية والتجديد، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة سكان المدينة من حيث التلوث وانتشار الأمراض. السلطات المنتخبة تبين على أن قضية البيئة بقى عندها مناسباتية، تختار مناسبات باش تزوق وتقاد بعض المناطق، باقي ما كاينش ذاك الوعي الكبير بالحيوية ديال البيئة. هذا تلمسه كذلك من خلال الميزانيات المرصودة للحفاظ على البيئة، فهي ميزانيات هزيلة جدا. الملفت للنظر وأن مساحات شاسعة كانت إلى عهد قريب ضيعات فلاحية تم تفويتها أخيرا إلى شركات عقارية هي الآن في طور جعلها عمارات ومجمعات سكنية، وخطط تهيئتها لا يبشر بإقامة فضاء بيئي كمنتجع أخضر للسكان يستغلونه للترويح. هذه الأراضي الفلاحية هي ما تبقى من مساحات شاسعة تم استغلال جزئها الأكبر لبناء مدينة سلا الجديدة، ولعل ما تبقى منها هو معرض للانقراض بسبب الزحف المتكاثر والمستمر للبنايات، ولعل في ذلك مضرة كبرى سواء للبيئة أو للإنسان. عبد الحي البقالي، الحرة، سلا الجديدة.